السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. نستهل النشر بمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر، والتي أدركت يومها 13 الذي تبعته الدعوة إلى تحسين تسيير الشؤون المحلية ودعم التنمية بالاستثمارات العمومية. أحمد أمين دريدي. طبق البرنامج على أعتاب استحقاقات وطنية تعد الأهم بالنسبة لجميع الجزائريين، تدخل الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر يومها 13. التشكيلات السياسية ولجت الشوارع والقاعات حتى آخر الساعات من هذا اليوم، حيث تضاعف نشاطها وتنوعت مطالبها بعرضها لبرامج حزبية تارة، استماعها لانشغالات المواطنين تارة أخرى، حيث طالب معظمها بضرورة تحسين الأداء الإداري المحلي وبسط لامركزية التسيير واستقلاليته، وذلك لا ولن يتأتى حسب كثيرين إلا بمراجعة استثنائية لقانوني البلدية والولاية، مع إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي. فسيفساء الطيف السياسي المشاركة في الحملة لهذا اليوم اقترنت بتنوع المطالب والاقتراحات، حيث ألحت بعض الأحزاب المشاركة على ضرورة إقحام الشباب في المقاولة والاستثمار في مشاريع التنمية على اختلافها، وكذلك تعزيز دور المرأة في إنشاء المؤسسات الصناعية المحلية والتي تعزز مكانتها الاقتصادية داخل المدينة أو البلدية. وهنا لم تفوت أحزاب أخرى التنويه بما حققته المرأة من مكاسب سياسية تعقب الإصلاحات الأخيرة التي شهدتها الجزائر. الانتخابات وحسب بعض الأحزاب موعد أيضا يتجدد من أجل تجديد الطبقة السياسية بتحيين المجالس المحلية، أما البلدية من منظور آخرين فهي أساس الدولة، ولا مناص من ترقية دورها وتحسين عملها في إطار ما يحفظ مكاسبها ويحقق موازين العدالة الاجتماعية ويبسط معالم ومبادئ دولة القانون. ولأن المعرفة تعنى بالمواطن مباشرة، فقد شددت تشكيلات مختلفة على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وفي إمكانياته وقدراته ومواهبه، مع فسح المجال للمبادرة كونها السبيل الأمثل للنهوض بالتنمية الوطنية انطلاقا من البلدية. سكان بلدية المريجة ببشار يتطلعون إلى إنعاش الحركية التنموية وتحسين ظروف معيشتهم، وهم عازمون على اختيار من يرونه أنسب للتكفل بانشغالاتهم. أول بن طوبة. تخوض هذه البلدية الصغيرة والهادئة غمار المحليات على غرار باقي بلديات الولاية، وآمال مواطنيها كبيرة في اختيار ممثلين أكفاء المسار التنموي الذي بدأ ببلديتهم. نستناو منهم إن شاء الله تكون ناس تكون عند حسن الثقة. نتمنى إن شاء الله الناس تكون أذكياء ويكونوا عقال ويختاروا الإنسان المناسب اللي يمثل هذه البلاد. ماذا بينا يودي على كل حال انتخابات تكون فيها كثافة، تكون الناس كاع تشارك فيها، كاع الناس كنطلبوا المواطنين كاملين يشاركوا فيها، لأنها هي تهم مصير البلاد. الله يعمل سيدي ربي إن شاء الله يجيب لنا اللي يخدم لنا البلاد، هذا اللي ندعو معاه، ولا اللي ما يجيب لي ما يخدم لنا بلاد ما ينفعنا في الشعب ما ينفعنا. الله يعمل سيدي ربي يحول ما بيننا وبينه. مصالح البلدية من جهتها استكملت كافة استعداداتها لهذا الموعد. سجلنا على مستوى بلدية مريجة قائمتين للمترشحين للمجالس الشعبية البلدية، و13 قائمة للمجالس الشعبية الولائية. اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أيضا وفرت لها كافة الظروف المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه. مواطنو ولاية تيارت بدورهم يعيشون على واقع الحملة الانتخابية للمحليات، وهم يترقبون الموعد لأداء الواجب الانتخابي. ياسين بالخير طوير. هل تصوت ولماذا؟ هل مساحات الإلصاق مستغلة؟